أهلا بكم مجددا إلى المغرب في حفل نظم في الرباط بحضور رئيس الحكومة عبد الله بن كيران وعدد من الوزراء وشخصيات إعلامية وفنية. أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة عن أسماء الفائزين في الدورة الرابعة عشرة. تم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة التقديرية إلى جانب الفائزين في أصناف الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة. قد بلغ العدد الجملي للترشيحات 142 مرشحا. المناسبة لم تخلو من تسجيل مفاجآت، أهمها تبرع الإعلامية إقبال الهامي بالجائزة المسنودة لزوجها محمد الأشهب الذي تغيب عن حضور المناسبة بسبب المرض، والذي يشكو كذلك الأشهب يشكو من عدم الاهتمام الرسمي به تقديرا لمواقفه وأعماله التي قدمها للمغرب في وقت صحته وعنفوانه. واقع الصحافة في المغرب وآفاق النهوض به موضوع هذا الجزء من المشهد المغاربي، والبداية كالعادة مع التقرير التالي. أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية عن أسماء الفائزين برسم الدورة الرابعة عشر لهذه السنة بحضور رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة. رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة ماريا لطيفي مديرة القناة الرابعة دعت المؤسسات الإعلامية إلى توفير الإمكانيات التقنية واللوجستية للفرق الإعلامية والرفع من مستويات التكوين والتأهيل والتفكير في صيغة مؤسساتية جديدة للجائزة تكون بمثابة مؤسسة قائمة بذاتها منفتحة على أنشطة متنوعة ودعم الأداء الإعلامي المتميز. رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ركز في كلمته على دعوة الصحفيين الشباب إلى الانخراط في النهوض بواقع الصحافة بالمغرب، واقع يراه أصحاب الميدان يحتاج إلى إعادة النظر. مرت الآن حوالي 15 سنة على الدورة الأولى لهذه الجائزة، ولكن هناك بعض الأشياء التي أثرت على السير العادي لهذه الجائزة لأنها لم تتطور على الأقل لمدة 6 سنوات الأخيرة. فهناك جميع الدوائر تتشابه، هذه 6 سنوات جميع الدوائر تتشابه، مما يعني أن المستوى التنظيمي للجائزة يجب أن يتطور، وكذلك لجنة التحكيم يجب أن يوضع لها إطار وشروط معينة لأي شخص يجب أن يكون لجنة التحكيم، يجب أن تتوفر في شروط معنية، وليس كما نرى الآن أن هناك أشخاص تقنيين وهناك أشخاص آخرين خارج الإطار الصحفي نجدهم أعضاء في لجنة التحكيم. إلى جانب الشباب يشكو أصحاب الدار من إهمال وإغفال للقامات الصحفية التي أسست المشهد الصحفي بالمغرب، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. في الحقيقة أن هذا التكريم جاء متأخرا بعد الشيء، ذلك لأن تكريمي قد حدث من طرف العديد من الهيئات ومن عديد من المنظمات العربية والمغربية والدولية، لأنني أنتمي إلى جيل الصحفيين الذين أسسوا للصحافة المغربية الحديثة، إلى صحافة الاستقلال. فأنا نشر لي أول مقال سنة 1961 ولا زلت أكتب بشكل يومي ومستمر إلى اليوم. في هذه اللحظة تذكرتني وزارة الإعلام، شكرا لها، ولكن أعتقد أنها تذكرتني بشكل متأخر، لأن نحن نرى أن هذا الجيل يرحل الواحد تلو الآخر. هذا الأسبوع توفى أحد كبار الصحفيين الذي لم يكرم. ما إلى استمرت السياسة الإعلامية كما هي الآن، وإذا استمرت السياسة الثقافية بصفة عامة كما هي الآن، فلربما يكون مصيرهم أشد وأكثر من مصيرنا. الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية رغم أهميتها وما تفتحه من آفاق الاهتمام بالصحفيين المغاربة في جميع الأصناف
تبقى في نظر المهنيين غير كافية بأن تتبوأ صاحبة الجلالة عرش الصحافة بالمغرب. إذن مشاهدينا الكرام، الوقوف عند هذا الموضوع الحساس والمهم، وهو موضوع الصحافة وآفاقها في واقعها في المغرب. ينضم إلي من هناك الكاتب الصحفي في جريدة النهار الأستاذ إدريس عدار، وكذلك الإعلامية المغربية سيدة إقبال إلهامي. سيدة إقبال، أبدأ معك هذا النقاش. مرحبا بك في المغاربية. فيما يتعلق بداية، ما هي أهم الملاحظات؟ خلينا نبدأ بالملاحظات حول هذه الجائزة التي تتكرر كل سنة، وكل سنة هناك ملاحظات تساق حول التنظيم والشخصيات إلى ما هناك مما يمكن قوله في هذا المجال. في هذه السنة وأنت كنت حاضرة نيابة عن زوجك السيد محمد الأشهب، ما هي أهم الملاحظات التي استوقفتك خلال هذا التكريم وخلال هذا الاحتفال؟ ربما شكرا اولا على الاستضافه، ولكن ربما الارتباك الذي حصل هو كما قال المنظمون هو ارتباك فني يعود الى اللوجستيك، وربما اللوجستيك هو ايضا مرتبط لاننا نعيش في المغرب مع حكومه تصريف الاعمال في ظل تعثر مساعي رئيس الوزراء المكلف عبد الاله بن كيران في تشكيل حكومه، فربما المشهد هو جزء من مشهد عام في المغرب. ولكن على كل حال تبقى يعني بادره تكريم الصحفيين في المجمل تبقى هي بادره طيبه، وتكريم رواد الصحافه في العالم العربي تبقى بادره طيبه، وان كان الالتفات يعني يجب ان يكون في الاعم الشامل، يعني بالنسبه للصحفيين سواء الصحفيين الرواد سواء الصحفيين الذين يمرون بازمات، سواء في حرية الرأي أو في حرية التعبير، أو ربما الصحفيين القادعين في ذواتهم لأن لهم أزمات مع السلطة أو غير ذلك. يجب الالتفات إلى كل يعني إلى تكريم الصحفيين من كل جوانب، وليس انتقاء البعض منهم، وخصوصا لما يكون يمرون بأزمات صحية. يعني أنا أعتقد أن تكريم الصحفي يجب أن يكون حين يكون واقفا على رجليه، يكون بصحة جيدة. نعم. هل فعلا هناك انتقال للصحفيين؟ يعني يتم هكذا بشروط ربما غير مقبولة لديكم أنتم كصحفيين وإعلاميين هناك؟ وفي الواقع في كل مرة يثار هذا الموضوع، وفي كل مرة يتم تتويج أو تكريم بعض الشخصيات، يثار جدل هنا وهناك وتثار حساسيات هنا وهناك. فريق الإعلاميين فريق كبير في المغرب ومتنوع، وهناك من الصحفيين من ينظر أنه الأجدر ربما بالاستحقاق، وهناك آخرون يعتقدون أنهم يتعرضون لمحاكمات وبالتالي وجب الوقوف إلى جانبهم. فبالتالي هذا موضوع يعني شائك ومثير للجدال. نعم. خليكي معي أستاذ إقبال، سأعود إليك سيد إدريس عدار. أرحب بك مرة أخرى. باختصار شديد لو سمحت، وأردت منك أن تشخص لي في كلمات معدودة، الوقت لا يسمح، لكن كلمات معدودة عن واقع الصحافة في المغرب. ماذا يمكن أن تقول في هذا المجال؟ سيد إدريس. ألو أستاذ إدريس. ألو. يبدو أن أستاذ إدريس ليس متوفرا. بعد أعود للسيدة إقبال الهامي. فيما يتعلق أستاذة إقبال بحالة زوجك، يعني أستاذ محمد الأشهب واحد عمداء إن صحت العبارة هذه المهنة في المغرب، صحيح وقع تكريمه، ولكن في الوقت الضائع كما قال البعض، وربما رد فعلكم وهو التبرع بهذا المبلغ لفائدة الصحفيين كان نوعا من عدم الرضا عن هذه الطريقة وهذا التوقيت لتكريم ربما الأستاذ الأشهب. في ضوء هذا الإشكال الذي ربما يخفي إشكالات أخرى في واقع الصحافة في المغرب، كيف يمكن أن نلخصه في عبارات موجزة هذا الواقع هناك؟ أنا في الواقع خلال الحفل يعني شكرت المنظمين على اللفتة الإنسانية التي يعني التفتوا إلى زوجي ربما الأستاذ محمد الأشهب، رغم أني كنت أحبذ أن يكون في صحة جيدة وأن يكون دائما المتوج بغض النظر يعني عن الأستاذ الأشهب، أن يكون المتوج في صحة جيدة في أوج عطائه، أن يكون حاضرا عند التتويج وأن لا يكون مغيبا لأسباب متعددة، أن يكون رهن الوهن أو رهن المرض أو رهن تعقيدات الحياة أو رهن الخضبان، أو أن يتم تتويج الشخص عندما يكون في أوج عطائه.
يعني يجب أن ننتظر حتى يتعرض الصحفي أو الإعلامي إلى محنة ما أو مأزق ما حتى نتضامن معه. وربما يعني في كل تتويجات نذكر أن يتم الاحتفاء بمن رحلوا من الإعلاميين، وأظن أن هذا معيب. يجب الاحتفاء بالإعلاميين حين يكونون على قيد الحياة، أما حين يرحلون فيعني الاحتفاء بهم يكون نوع من هو يعني أستاذ إقبال واضح حتى من خلال التسجيل مع أحد الإعلاميين الكبار في المغرب، ذكر هو بشيء من المرارة ربما أو اللوم، لأنه هذا صح هو بدأ يكتب من سنة 1961 وتذكروه اليوم يعني، فقال في كل حالات شكرا لهم ولكن تذكرونا في وقت متأخر جدا، بل هناك من قضى نحبه دون أن يقع تكريمه. فيما يتعلق بهذا المجال سيدة إقبال، أنت تعرفي أنه المجال صعب جدا برغم كثرة المشتغلين به. ما هو في الواقع المغربي الآن، ما هي أهم المشاكل التي تعترض الإعلامي والصحفي هناك؟ أظن أنه بالنسبة للصحفي ربما قبل تكريم الصحفي في المغرب سيكون تكريما جيدا إذا توفرت له المعلومة، وإذا لم تكن هناك أي قيود على المعلومة. ونحن في المغرب نشهد كل الجدال الواقع على قانون حول المعلومة الذي يقنن بعض المواضيع ويقنن الوصول إلى بعض المعلومات أو يحرم حتى الوصول إلى بعض المعلومات ويضع قيودا شديدة على هذا الموضوع. ربما تكريم الصحفي في العالم، تكريم الصحفي هو منحه المعلومة، والصحفي يكون سعيدا جدا حين يكون عنده سبق صحفي يعني يتفوق على كل الأموال التي يمكن أن تمنحها لصحفي مهني، أن تعطيه معلومة جيدة وأن يكون قريبا من مصادر الخبر. هذا أمر مهم. أما بالنسبة للتكريم فيجب أن يكون يعني ليس تكريما احتفائيا صوريا مشهديا احتفائيا، يجب أن يكون في الواقع المعاش، يجب أن تكون أوضاع الصحافة جيدة، يجب أن ترفع القيود عن الصحفيين، يجب أن ترفع العقوبات السالبة عن الصحفيين، يجب أن يتحرر الصحفي من كل القيود، لأن صورة أي بلد هي صورة الصحفي. وعندما يأتي أي إعلامي من الخارج سواء أتيتم من لندن أو من باريس، حينما يأتي يزور المغرب أو أي بلد آخر فأول شيء يطلع عليه هو الصحافة. حين ترى الصحافة تتنفس فتفهم أن البلد يتنفس وأن الجو صحي وأن السياسة بخير وأن كل شيء بخير رغم تعقيدات الظروف الاقتصادية، ولكن حين يكون الإعلام بخير وحين يكون شفافا ومترجما لواقع الحال سواء سياسيا أو اقتصاديا أو رياضيا، وذلك ينعكس على الجو السياسي العام في البلد. أكيد هو الصحافة في نهاية الأمر هي مرآة عاكسة حقيقية كذلك ربما لواقع أي مجتمع وواقع أي بلد. شكرا لك سيدة إقبال الهامي الإعلامية، كنت معي من الرباط عبر الهاتف. ورحب الآن بالأستاذ أشرف الطريبق مدير مركز الدراسات لموقع هسبراس. سيد أشرف مرحبا بك. إذن طبعا مناسبة صحفية هامة مرت على المغرب هذه الأيام، تخليد لذكرى هذه المهنة الشاقة، وكذلك شكر وعرفان للكثير ممن قدم لهذا المجال. لكن خلينا نحكي على الناحية التي يجب تطويرها. هذا المشهد أو هذه المشهدية كما سمتها سيدة إقبال قبل قليل قد تكون مقبولة يعني، لكنها تخفي أشياء كثيرة. بتقديرك وأنت ربما كنت من الحاضرين أو المساهمين، ما هي أهم الأشياء التي فعلا يجب العمل عليها من أجل تحسين هذه الصورة وتحسين حتى الاعتناء بالصحفي المغربي؟ نعم، شكرا لك أستاذ سمير، وتحية تقدير لضيفتك الأستاذة إلهام إقبالي ولزوجها محمد الأشهب، هنيئا له على الجائزة التقديرية التي حازها في الدورة الرابعة عشرة من الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة لهذه السنة، سنة 2016. نعم. طبعا هذا تخليد، يعني هذا عمل دوري يعني تقوم به وزارة الاتصال انطلاقا من تكريم عدد من الفعاليات سواء عبر الجائزة التقديرية أو عبر عدد من الجوائز التي تهم أصنافا متعددة كمجال التلفزيون والإذاعة والوكالة والصحافة المكتوبة والرقمية إلى آخره. طبعا عملية التكريم هي عملية أساسية، هي إشادة بمجهود الصحفيين وتنويه لهم وخلق منافسة شريفة بينهم، لكن بطبيعة الحال يجب أن يسبق هذا يعني عمل جبار
يعني على مستوى الوضع العام للصحفي عموما، لأنه تعرف أن مهنة الصحفي اللي هي مهنة المتاعب يعني تعيش تطورا وتحسنا ملحوظا، لكنه بطيء نوعا ما، وهذا يرجع لطبيعة المشهد العام، يعني لطبيعة الانتقال الديمقراطي في المغرب الذي لا يمر بالسرعة يعني اللازمة، ولا يمر بالسرعة المطلوبة حتى نحقق تلك الإنجازات وتلك الأهداف وتلك الغايات التي يعني نصبو إليها جميعا. أعتقد أنه الآن الصحفي سيتحسن وضعه وسيبلغ القيمة التي يرجوها انطلاقا من تفعيل ترسانة من القوانين والتشريعات التي مرت الآن في البرلمان، وعندما سنمر إلى القرارات التطبيقية، لأنه الآن المشروع الكبير هو المرور من سلطة وزارة الاتصال كوزارة مسؤولة عن القطاع إلى إدارة مستقلة بذاتها تسير أوضاع الصحفيين عبر المجلس الوطني للصحافة وعبر قانون الصحفي المهني وعبر مدونة الصحافة والنشر، وهذا هو المشروع الكبير الذي يرمي إليه المغرب من أجل تحسين وضع الصحفيين. أعتقد أنه ما ينتظر هذا الورش ويعني أعمال كبيرة جدا، ولا بد أن نمر إليها سريعا رغم ما نعيشه الآن من بطء عبر حكومة تصريف الأعمال الحالية. ابقى معي أستاذ أشرف. عاد إلينا الأستاذ إدريس أعدار الصحفي في جريدة النهار. مرحبا بك أستاذ إدريس. فيما يتعلق الآن بواقع الصحافة والإعلام في المغرب، هناك طبعا مؤاخذات كثيرة. سيد أشرف يقول هناك قوانين مرت الآن ربما ستساهم في تطوير هذا العمل، ربما ستساهم كذلك فيما يمكن يسمى بالرقابة الذاتية المباشرة للصحفيين من خلال جمعية أو هيئة مكونة من صحفيين هي التي تراقب هذا العمل وترشده وتوجهه نحو الأفضل. الكثير يتمنى أن تلغى وزارة الإعلام أصلا ربما في المغرب على خلال كثير من الدول المتقدمة، وأن هناك هذا في حد ذاته شكل من أشكال الارتقاء بهذه المهنة. الآن في هذا الواقع الكثير يتحدث عن نسبة من الحرية تتمتع بها الصحافة في المغرب، وهناك خطوط حمراء كل واحد يعرف أين يقف في نهاية الأمر. لكن لو أردت منك الحديث عن ما يهم الصحفي في المغرب الآن، هناك صحفيين مبدعين كثيرين، يعني هل هناك تركيز واهتمام بهؤلاء المبدعين في المغرب؟ هل هناك عمل من أجل تطوير هذه المهنة وتطوير كذلك من يمثلها في المغرب من خلال أساليب أخرى زيادة على الاحتفالات والتزكية والتكريم الذي يقع كل عام؟ سيدي، كان الشيء يذكر فإن إحداث الجائزة الوطنية للصحافة منذ 14 سنة كان الهدف منه هو تشجيع الصحافة في جميع المجالات سواء الورقية أو المسموعة أو المرئية، جاء ليشجع على الجودة وعلى الإنتاج الجيد، ولكن تبين أن الأوضاع العامة للصحافة في المغرب سواء الموضوعية أو الذاتية لم تشجع على تطوير الجودة داخل المشهد الإعلامي بالمغرب عموما. هذا لا يعني أنه ليس هناك تقدم في المجال، بالعكس أن في المغرب كان هناك تقدم كبير على مستوى مجموعة من القوانين والتشريعات وعلى مستوى الأدوات، لكن هناك إشكالات أخرى مطروحة لم يتم التطرق إليها لحد الآن، ويبدو أن الحكومات المتعاقبة غير معنية بها. ما أهمها أستاذ إدريس؟ الآن هناك الآن تراجع خطير على مستوى الصحافة الورقية، الصحافة الإحصائية لمنظمة مراقبة مبيعات الصحف كانت كارثية، وهذا يهدد مجموعة من المحاولات الصحفية بالإغلاق، والحكومة تكتفي بالدعم التقليدي للصحافة دون طرح جوهر الإشكال من أجل إنقاذ الصحافة المكتوبة التي تهدد التي توجد الآن في منعطف حاسم، منعطف خطير. يعني مجموعة من المحاولات الصحفية قد تغلق أبوابها وتشرد العاملين بها سواء كانوا تقنيين أو صحفيين دون أن تفتح الحكومة هذا الملف
نهائيا، اللي اكتفت بالدعم التقليدي للصحافه وهو دعم لا يغطي حتى 40% من تكاليف الطباعه. نعم. ناهيك عن ان سوق الاشهار في المغرب واضح. محكومه بمجموعه من واضح استاذ ادريس. لا تتعلق. نعم. أشكرك. الصوت غير واضح مع كل أسف، لا يصل بالوضوح المطلوب. شكرا لك على هذه المشاركة معنا وهذه المساهمة، وإن شاء الله تكون فرصة أخرى يكون فيها الإمكانية التواصل أوضح. إدريس عدار الكاتب الصحفي في جريدة النهار، شكرا جزيلا لك. أستاذ أشرف طريبق، أعود إليك فيما يتعلق بأساليب تطوير هذه المهنة، ما يجب على الحكومة فعله في هذا الإطار بتقديرك؟ أنا أعتقد تعقيبا على بعض الملاحظات التي أوردها الزميل إدريس عدار والتي تتعلق بإشكال تراجع الصحافة الورقية، يجب أن لا ينسى الصحفيون ومدراء النشر على أنه الآن نحن نعيش ثورة الإعلام البديل، وثورة الإعلام البديل هي ثورة عالمية لا ترتبط بواقع المغرب. الصحافة الورقية إذا لم تغير في مضامينها وتجدد في طرق ونظم أعمالها ستكون ضحية لهذا الإعلام البديل المتفوق. وهنا لابد أن أشير على أنه عندما تم إدراج جائزة الصحافة الإلكترونية ضمن جوائز، يعني ضمن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، موقع اسبريس حاز عليه 3 مرات، بمعنى أن هناك تصاعد الصحافة الإلكترونية على حساب الصحافة الورقية. هذا إشكال أعتبره عالميا ولا يمكن أن نعتبره إشكالا. بل هناك تحول أستاذ أشرف، هناك تحول، يعني في أوروبا الآن الصحافة ورقية كثير منها خلاص ألغي، صارت كلها إلكترونية يعني. تماما أستاذ سمير، ولهذا لابد على الصحفيين وعلى